فيلم اهل الكهف عنده مشاكل كتيره جدا. اول مشكله بالنسبه له ان هو قاعد يتصور 3 سنين فمؤجل بقاله فتره. حاجه التانيه، هو متاخد عن مسرحيه اهل الكهف لتوفيق الحكيم، ولكن المعالجه نفسها مختلفه تماما عن الروايه، وده حق السيناريست. لكن السؤال الاساسي، هل فيلم بهذا النوعيه من المفروض ان هو يتذاع في العيد ولا جمهور العيد يختلف؟ بالتأكيد جمهور العيد هيختلف. فنزول اهل الكهف في هذا التوقيت كان نزول خاطئ. كان الناس متحمسين ليه عشان خالد النبوي تحديدا، بس واضح خالد النبوي ممثل كويس جدا، ناجح في الدراما بشكل كبير، لكن في السينما النجاح السينمائي مختلف. حتى ان احنا لو حسبنا ال 15 سنه اللي فاتوا مش هنلاقي تواجد كبير لخالد النبوي بالشكل اللي هو مع احمد عز، مع كريم عبد العزيز، مع محمد رمضان، مع المجموعه دي. هو ممثل كويس جدا جدا وناجح دراميا بشكل كبير جدا، ولكن السينما ليها مقاييس اخرى في الوقت الحالي بهذه النوعيه زي اهل الكهف ما يقدرش خالد النبوي ينافس بيها.